اسمي ميادة واليوم عمري 32 سنة. أحياناً عندما أنظر إلى حياتي أشعر وكأنني أتابع قصة شخص آخر وليس قصتي أنا. لم أتخيل يوماً أن حياتي الزوجية ستصل إلى هذا التعقيد، أو أن أجد نفسي بعد كل هذه السنوات أحاول فهم كيف بدأت كل هذه الأحداث. تزوجت وأنا في 14 من عمري. لم يكن زواج حب ولا حتى إعجاب. الحقيقة أنني لم أفكر في الزواج أصلاً في ذلك الوقت. كنت ما زلت طفلة، أحب اللعب مع صديقاتي في الشارع وأقضي معظم وقتي في الضحك والمرح مثل أي فتاة صغيرة. لكن عائلتي كان لها رأي آخر. كان والدي مقتنعاً تماماً بأن هذا الرجل هو أفضل فرصة لي. كان يقول دائماً: هو رجل غني وليس لديه أحد يضايقك، وستعيشين حياة مريحة معه. كلماته تكررت كثيراً، ليس منه فقط، بل من خالاتي وعماتي وأقاربي أيضاً. كانوا جميعاً يرون أن هذا الزواج فرصة لا يجب أن تضيع. في البداية رفضت الفكرة، كنت خائفة ولم أكن مستعدة. لكن عندما تجد كل من حولك يكرر نفس الكلام ويقنعك بأن هذا هو الطريق الصحيح لمستقبلك، يبدأ عقلك الصغير في الاستسلام تدريجياً. قالوا لي إن حقوقي ستكون محفوظة، وأن كل شيء سيتم بطريقة قانونية عندما أكبر قليلاً. وأكدوا أنني لن أحتاج إلى القلق بشأن أي شيء في حياتي بعد الزواج. وبعد حوالي 8 أشهر من التحضيرات تمت الخطوبة، ثم جاء يوم الزفاف. كان حفلاً كبيراً، الموسيقى، الأضواء، والناس حولي يبتسمون ويحتفلون. الجميع بدا سعيداً إلا أنا. لم أكن أفهم تماماً ماذا يحدث في حياتي. شقة زوجي كانت مجهزة بالكامل تقريباً، لأنه كان مخطوباً من قبل، لكن تلك الخطوبة لم تكتمل. أما عائلتي فاشترت لي كل ما أحتاجه دفعة واحدة تقريباً. كانوا يريدون أن يظهر كل شيء بشكل مثالي، لكن الحقيقة التي لم ينتبه لها أحد هي أنني كنت ما زلت طفلة. كنت أخرج قبل الزواج للعب مع صديقاتي في الشارع، وفجأة وجدت نفسي زوجة مسؤولة عن بيت وحياة جديدة لم أفهمها بعد. في الليلة الأولى بعد الزواج بدأت ألاحظ أشياء لم أتوقعها. كان زوجي متسرعاً، قاسياً قليلاً في تصرفاته، وكأنه لا يهتم بما أشعر به. في ذلك الوقت لم أكن أملك الخبرة أو الشجاعة لفهم ما يحدث أو الاعتراض عليه. كنت مرتبكة فقط. لكن ما حدث بعد ذلك ب6 أشهر كان بداية المرحلة الأصعب في حياتي. قبل أن أكمل 15 عاماً حتى بدأ يضغط علي بشكل مستمر لكي أذهب إلى الأطباء. كان يريد أطفالاً وبأسرع وقت ممكن، ولم أكن أعلم وقتها أن هذا القرار سيبدأ سلسلة طويلة من الأحداث التي ستغير حياتي بالكامل. لكن ما حدث لي خلال السنوات ال3 التالية كان أصعب بكثير مما كنت أتخيل. مرت السنوات ال3 التالية وكأنها اختبار طويل لا ينتهي. بعد أن بدأ زوجي يصر على موضوع الإنجاب، أصبحت زيارات الأطباء جزءاً ثابتاً من حياتي. كل شهر تقريباً كنت أذهب إلى طبيب مختلف، أجري فحوصات وتحاليل، وأخرج بقائمة جديدة من الأدوية والمنشطات. كنت ما زلت صغيرة، جسمي لم يكتمل نموه بعد، لكن ذلك لم يكن يهمه كثيراً. كل ما كان يهمه هو أن أحمل. أتذكر نظرات بعض الأطباء عندما يعرفون سني الحقيقي. كان بعضهم يقول إن جسمي ما زال ضعيفاً ويحتاج وقتاً، لكن زوجي لم يكن يريد الانتظار. وهكذا بدأت أتناول أدوية كثيرة لم أفهمها، فقط لأن الجميع كان يقول إن هذا هو الحل. لكن المشكلة لم تكن فقط في الأدوية، المشكلة كانت في طريقة زوجي معي. كل شهر كنا ننتظر النتيجة، وإذا مر الشهر ولم يحدث حمل، يتحول البيت إلى مكان مختلف تماماً. كان يتغير فجأة، وكأن شخصاً آخر حل مكانه.
يصبح عصبياً قليل الكلام وأحياناً يتجاهلني تماماً. كان يجلس في غرفة وأنا في غرفة أخرى. لا حديث، لا اهتمام، فقط صمت ثقيل يملأ البيت. كنت أبكي كثيراً في تلك الفترة. لم أكن أفهم لماذا يعاملني بهذه القسوة، وكأن الأمر بيدي. كنت أشعر أنني وحدي في مواجهة كل هذا الضغط، ومع الوقت بدأت المشاكل تكبر. كانت تحدث بيننا مشاجرات كثيرة، أحياناً لأسباب بسيطة جداً، لكنه كان دائماً سريع الغضب، لا يحاول فهمي أو حتى تهدئتي. وحتى عندما أكون حزينة أو مجروحة من كلامه، لم يكن يحاول إصلاح الأمور. كان يتصرف وكأن مشاعري غير موجودة. مرت 3 سنوات بهذه الطريقة، 3 سنوات شعرت فيها أنني أكبر بسرعة، أكبر من عمري الحقيقي. لم أعد تلك الطفلة التي كانت تلعب في الشارع. أصبحت فتاة مرهقة نفسياً، تحمل مسؤوليات أكبر منها بكثير. وفي كل مرة كنت أصل إلى نقطة الانهيار، كنت أذهب إلى أهلي. كنت أبكي أمام أمي وأقول لها: أنا لا أستطيع الاستمرار هكذا. أحياناً كانت تأخذني إلى بيتها لبضعة أيام، وأحياناً كانوا يحاولون التحدث معه. لكن في النهاية كان الجميع يقول نفس الجملة: اصبري، عندما يرزقك الله بطفل كل شيء سيتغير. كنت أحاول تصديق ذلك، لكن في داخلي كنت أشعر أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح. حتى جاء يوم حدثت فيه بيننا مشكلة كبيرة جداً. كانت مشاجرة مختلفة عن كل ما سبقها. في تلك الليلة شعرت أنني وصلت إلى الحد الذي لا أستطيع تحمله أكثر. وفي صباح اليوم التالي اتخذت قراراً لم أتخيل يوماً أنني سأجرؤ عليه. جمعت أشيائي وذهبت إلى بيت أهلي. قلت لهم هذه المرة بوضوح: أنا أريد الطلاق. وبقيت عندهم حوالي شهر كامل، مقتنعة أن حياتي مع هذا الرجل انتهت. لكن خلال ذلك الشهر بدأ جسمي يشعر بشيء غريب، شيء لم أتوقعه أنا ولا أي شخص حولي. وعندما ذهبنا إلى الطبيب لنفهم ما يحدث، قال لنا جملة غيرت كل شيء. قال لي: أنت حامل. عندما قال الطبيب إنني حامل في شهرين، شعرت وكأن الوقت توقف للحظة. كنت أنظر إلى الشاشة أمامي غير مصدقة ما أسمع. بعد 3 سنوات من الأدوية والعلاج والضغط، يحدث الحمل الآن. وفي الوقت الذي كنت فيه قد قررت الانفصال. كانت أمي بجانبي في العيادة، وبدت عليها الصدمة نفسها. لكن بعد لحظات تحولت الصدمة إلى فرحة كبيرة. لم تستطع الانتظار حتى نعود إلى المنزل، فأخرجت هاتفها واتصلت بزوجي فوراً. قالت له بصوت مليء بالحماس: مبروك، زوجتك حامل. المسافة بين بيت أهلي وبيته كانت تستغرق تقريباً ساعة إلا ربع. لكن ما حدث بعدها كان غريباً. وصل إلينا خلال أقل من ربع ساعة. حتى الآن لا أعرف كيف فعل ذلك. دخل البيت وكأنه لا يلمس الأرض من شدة الفرح. كان يبتسم بطريقة لم أرها منه من قبل. لأول مرة منذ زواجنا شعرت أنه سعيد حقاً. العائلة كلها بدأت تحتفل بالخبر. الجميع قال إن هذا الطفل سيكون بداية جديدة، وأن المشاكل التي بيننا ستنتهي. كنت أسمع نفس الجملة مرة أخرى: الطفل سيغير كل شيء. والغريب أن الأمور فعلاً بدأت تتغير. خلال فترة حملي أصبح زوجي شخصاً مختلفاً تماماً. كان يتحدث معي بلطف ويسأل عني باستمرار، ويحاول أن يوفر لي كل ما أحتاجه. بل إنه أصر أن أبقى في بيت أهلي طوال فترة الحمل حتى تهتم بي أمي بشكل أفضل. كان يزورني كل يوم تقريباً، يحضر الطعام، الفواكه والهدايا الصغيرة. لأول مرة شعرت أنني مهمة بالنسبة له. ومع مرور الأشهر بدأت أصدق أن حياتي قد تتغير فعلاً. عندما جاء يوم الولادة كان أكثر شخص متوتر في المستشفى. كان يمشي في الممر ذهاباً وإياباً بقلق واضح.
وعندما خرج الطبيب ليخبره أن المولود بخير، بدا وكأنه أسعد رجل في العالم. أنجبت ولداً، وكان أكثر ما أسعده أن الطفل يشبهه كثيراً. كان يحمل الطفل بين يديه بفخر ويعرضه على كل من حوله. بعد ذلك عدنا إلى بيتنا وسط أجواء مليئة بالفرح. حضرت أمي وأخواتي وخالاتي، وأقام زوجي احتفالاً كبيراً بمناسبة قدوم الطفل. الأشهر الأولى بعد الولادة كانت هادئة نسبياً. كان لطيفاً، قريباً مني ومن الطفل، وكأن حياتنا بدأت فعلاً صفحة جديدة. كنت أقول لنفسي: ربما كان الجميع على حق، ربما كان الطفل هو الحل. لكن الحقيقة أن الحياة لا تتغير بهذه السهولة. بعد حوالي 1.5 سنين بدأت الخلافات الصغيرة تعود بيننا من جديد. في البداية تجاهلتها، لكن مع الوقت بدأت تكبر شيئاً فشيئاً. وفي يوم ما حدثت بيننا مشكلة كبيرة بسبب أمر بسيط جداً. غادرت البيت مرة أخرى وعدت إلى بيت أهلي، وهناك بينما كنت ما زلت غاضبة ومتوترة من كل ما حدث، اكتشفت شيئاً لم أكن أتوقعه. كنت حاملاً مرة أخرى. عدت إليه مرة أخرى بسبب ذلك، لكن في تلك الفترة بدأت ألاحظ شيئاً مختلفاً، ليس فيه فقط بل في نفسي أنا أيضاً. لقد كبرت، ولأول مرة في حياتي بدأت أشعر أن لدي حقوقاً ومشاعر لا يمكن تجاهلها بعد الآن. لكن عندما حاولت أن أتحدث معه بصراحة عن ذلك، كانت ردة فعله بداية طريق جديد تماماً في حياتي. طريق لم أكن أتخيل أنه سيغير كل شيء بيننا. مع مرور السنوات بدأت أرى الحياة بطريقة مختلفة. لم أعد تلك الفتاة الصغيرة التي تزوجت وهي في 14. أصبحت أماً لطفلين، وبدأت أفهم نفسي أكثر. بدأت أشعر أن لدي احتياجات ومشاعر لم يكن أحد يهتم بها طوال تلك السنوات. قررت في يوم من الأيام أن أتحدث مع زوجي بصراحة. أردت أن أشرح له أنني لست مجرد زوجة مسؤولة عن البيت والأطفال، بل إنسانة لديها رغبات ومشاعر أيضاً. كنت أعتقد أن الحديث الصريح قد يساعدنا على فهم بعضنا بشكل أفضل، لكن ما حدث كان عكس ما توقعت تماماً. بدلاً من أن يستمع لي، ذهب إلى أمي واشتكى مني. جعل الأمر يبدو وكأنني أنا المشكلة، وكأنني أطلب أشياء غير طبيعية. تلك اللحظة كسرت شيئاً بداخلي. شعرت أنني مهما حاولت لن يتم فهمي. لذلك اتخذت قراراً مختلفاً. إذا لم يهتم أحد بسعادتي، فسأهتم أنا بها. بدأت أركز على نفسي. اهتممت بمظهري أكثر. صرت أشتري ملابس جديدة، أعتني بشعري، وأخصص وقتاً لنفسي. لم أعد أفكر كثيراً في رأيه أو في إرضائه. معظم وقتي أصبح بين أولادي وبين الأشياء التي تجعلني أشعر بالراحة. الغريب أن تلك الفترة كانت من أكثر الفترات التي شعرت فيها بشيء من الحرية. لمدة سنة تقريباً كنت أعيش بطريقتي الخاصة. وجوده في البيت أو غيابه لم يعد يؤثر علي كثيراً، لكن كل شيء تغير في يوم واحد. في ذلك اليوم تعطل هاتفه، فطلب أن يستخدم هاتفي لإجراء مكالمة سريعة. أعطيته الهاتف دون أن أفكر كثيراً، لكن بمجرد أن فتح الإنترنت بدأت الرسائل تظهر على الشاشة. رسائل كثيرة، كانت أكثر مما يستطيع تجاهله. رأيته يتغير أمامي في لحظة. تحولت ملامحه إلى غضب شديد، وبدأ يصرخ بشكل لم أره من قبل. لم يناقشني طويلاً، بل أخذني مباشرة إلى بيت أهلي، ثم أخذ الأولاد معه وغادر. قبل أن يخرج قال لي جملة لم أنسها أبداً. قال: إنه سيجعلني أندم على كل شيء. بدأت بعدها فترة طويلة من المشاكل بين العائلتين. ظننت أن الأمر انتهى وأن الطلاق أصبح قريباً، لكن المفاجأة جاءت مرة أخرى. بعد فترة من النقاشات والضغوط، وافق زوجي على أن نعود إلى بعضنا. لم أفهم لماذا. كنت أنا نفسي غير متحمسة للعودة.
لكن الأمور حدثت بسرعة وعاد كل شيء كما كان. في البداية بدا هادئاً جداً وكأنه يريد أن يبدأ من جديد. اعتذر وقال إنه كان مقصراً معي، لكن بعد فترة قصيرة طلب مني شيئاً غريباً لم أكن أتوقعه منه أبداً. طلب جعلني في حالة صدمة. في البداية رفضت، لكن مع الوقت بدأ يقنعني بأن الأمر ليس غريباً كما أعتقد. ومع مرور الأيام تحول ذلك الطلب إلى بداية مرحلة جديدة في حياتنا، مرحلة استمرت سنوات، لكنها في النهاية جعلتني أشعر أنني أبتعد أكثر فأكثر عن نفسي الحقيقية. ومع مرور الوقت بدأت أدرك أن هذا الطريق قد يقودني إلى مكان لا أستطيع العودة منه بسهولة. لو نظر أي شخص إلى حياتي من الخارج ربما يظن أنني أعيش حياة مثالية. لدي طفلان جميلان، أعتني بنفسي كثيراً وأهتم بمظهري بشكل دائم. الناس دائماً يمدحون شكلي وأناقتي، وكثيراً ما أشعر بأن الأنظار تتجه نحوي أينما ذهبت. لكن الحقيقة التي لا يراها أحد هي ما أشعر به في الداخل. خلال السنوات الماضية، الحياة الغريبة التي دخلت إلى زواجي أصبحت شيئاً طبيعياً بيني وبين زوجي. في البداية كنت أقنع نفسي أنني فقط أبحث عن الحرية التي حرمت منها عندما تزوجت صغيرة. كنت أقول لنفسي إنني أعيش حياتي أخيراً كما أريد. لفترة طويلة شعرت أنني مرتاحة بهذه الطريقة. لم أعد أنتظر منه شيئاً، ولم أعد أتوقع أن يفهمني. كنا نعيش في نفس البيت، لكن كل واحد منا كان يعيش حياته الخاصة. لكن مع مرور الوقت بدأت أشعر بشيء مختلف. أطفالي لم يعودوا صغاراً، بدأوا يكبرون ويصبحون أكثر وعياً بما يحدث حولهم. ومع هذا التغيير بدأت أسأل نفسي أسئلة لم أكن أريد التفكير فيها من قبل. هل هذه هي الحياة التي أريد أن أعيشها فعلاً؟ هل ما أفعله الآن هو الشيء الصحيح؟ في الداخل بدأت أشعر بصراع كبير. جزء مني ما زال يحب الشعور بالحرية والاستقلال الذي بنيته لنفسي، لكن جزءاً آخر بدأ يشعر بالذنب والتعب. لم أعد مرتاحة كما كنت من قبل، لذلك فكرت مرة أخرى في فكرة الطلاق. أردت أن أبدأ حياة مختلفة، حياة طبيعية أشعر فيها بالراحة مع نفسي. لكن عندما تحدثت مع زوجي عن هذا الموضوع قال شيئاً جعلني أشعر بالخوف الحقيقي لأول مرة منذ سنوات. قال إنه يحتفظ بأشياء كثيرة من الماضي، رسائل، صور وأدلة قديمة، وقال بوضوح إنه إذا حاولت الانفصال عنه سيستخدم كل ذلك ضدي. ليس هذا فقط، بل قال إنه يستطيع أن يأخذ أولادي مني أيضاً. ومنذ تلك اللحظة شعرت أنني عالقة. أعيش في بيت يبدو طبيعياً من الخارج، لكن في داخلي أشعر وكأنني محاصرة بين اختيارات صعبة. لا أستطيع الاستمرار هكذا بسهولة، وفي نفس الوقت أخاف من العواقب إذا حاولت تغيير حياتي. كل يوم أفكر في نفس الأسئلة: إلى متى سأبقى في هذا الوضع؟ هل يمكنني أن أصلح حياتي بعد كل ما حدث؟ هل ما زال هناك طريق أستطيع أن أبدأ منه من جديد؟ أعرف أن بعض قراراتي كانت خاطئة، لكنني أيضاً أعرف أن قصتي بدأت عندما كنت طفلة لم تفهم معنى الزواج ولا الحياة. والآن بعد كل هذه السنوات ما زلت أحاول أن أجد الطريق الصحيح، لكنني بصراحة لا أعرف بعد ما هو القرار الذي يجب أن أتخذه. فلو كنت مكاني ماذا كنت ستفعل؟